أهلاً وسهلا بيكم في كورس فن ضبط النفس. مهم جدا نتعلم ازاي نضبط نفسنا، ومهم جدا تسأل نفسك كل يوم: هل أنا عندي انضباط ذاتي لنفسي؟ هل أنا فعلا بعرف أقود حياتي بشكل صحيح؟ هل أنا فعلا ما بقعدش طول الوقت بضيع وقتي على السوشيال ميديا؟ اطلع من الحاجه دي، اخش في الحاجه دي، من اليوتيوب للفيسبوك للانستجرام، طول النهار وقتي ضايع على السوشيال ميديا. هل انا طول النهار عماله انتقد الحكومات وانتقد المجتمعات وانا عايش في وعي الضحيه بدل ما اعيش في وعي التطور؟ هل انا طول النهار اتكلم عن البطاله واتكلم عن سوء الاداره واتكلم عن المحافظين الفاشلين والوزراء الفاشلين والحكومات الفاشله، ولا انا بتكلم على الناس الناجحين المتميزين ونمذج الناجحين؟ هل انا بسعى اطور من نفسي واستثمر فيها، ولا انا بسعى انتقد الاخرين واقول على الناس الناجحين او رجال الاعمال الناجحين ان هم حراميه، وان الناس دي حراميه، وان الناس دي سارقه البلد؟ حضرتك الناس دي مش حراميه ولا سارقه البلد، وحتى لو هم حراميه من وجهه نظرك زي ما انت بتقول، ليهم رب هيحاسبهم. بص انت في ورقتك وركز في الهدف بتاعك وركز في استثمارك في نفسك. الناس دي عرفت لعبه الحياه بتمشي ازاي، وعرفت ازاي يكونوا مطورين وازاي يكونوا مستثمرين، وازاي الناس دي تقدر تعمل مشروعات من خلالها تشغل عندها ناس تكون هم سبب في فتح باب رزق الناس دي. اعمل زيهم بالحلال لو من وجهة نظرك ان انت شايف ان هم بيعملوا حرام، ولكن انا بشوف ان الناس دي عندها وعي التطور، والناس دي بتستثمر في عقلها، واول ما استثمرت في عقلها حصلت على اللي هي عايزة تحصل عليه، وطورت من نفسها واستثمرت في عقلها وصرفت عليه، وطبقوا القاعدة بتاعت اصرف على عقلك علشان في يوم عقلك يصرف عليك. بالفعل هم صرفوا على عقلهم وبالفعل طوروا من نفسهم، وهتفرق معاهم جدا ان هم يكونوا ناس مستثمرين وناس ناجحين وناس عندهم انضباط ذاتي لنفسهم. حضرتك لما تخرج من النقد اللي انت طول الوقت بتنتقد به الناس وتبدأ كده تشوف انت ليه بتشاور على الناس دي بره، اعرف ان الناس دي انعكاسك انت، ان الفشل اللي انت شايفه فيهم هو فشل عند حضرتك، ان السرقه او الحراميه اللي انت بتقول عليهم حراميه انت اللي حرامي داخليا بدون وعي منك. ازاي؟ انك انت حضرتك السوشيال ميديا بتسرق وقتك، واذا ذهب يومك ذهب بعضك، وبتلاقي يوم يعدي ورا يوم ورا يوم ورا يوم، وبتلاقي نفسك غير منتج وغير مستثمر وغير ليك فايده في المجتمع، غير انك انت تنتقد الناس دي فتشوف الناس دي حراميه عشان انت كمان وقتك بيتسرق منك بدون وعي منك، فبتشوفهم حراميه، بتشوفهم نصابين، بتشوفهم ايا كان الصوره اللي انت بتشوفهم بيها. اللي انا عايزه اقوله لحضرتك: الاخر انعكاسك، الاخر هي العدسه اللي انت بتشوف نفسك بيها، بس انت مش قادر تنتبه لده. ظهور الناس اللي انت مش عاجبينك في المجتمع قدامك هم جايين يقولوا لك رساله، بس انت مش عايز تفهم الرساله، انت مصمم تنتقد بس، لكن مش عارف تعمل ضبط ذاتي لنفسك او ضبط للمصنع بتاعك، انك انت تغير قناعاتك القديمه وتغير العقليه القديمه وتبدا تستثمر في عقلك وتصرف على عقلك علشان في يوم عقلك يصرف عليك. أتمنى كورس ضبط النفس يفيدكم، وأتمنى تسمعوا الكورس وتطبقوا كل كلمة فيه، هتفرق معاكم جدا جدا جدا. تحياتي نعم عبد الله، مستشار الصحة النفسية والتنمية الذاتية.